تخيل نفسك تبقى قاعد في عزا والناس كلها حواليك متضايقة وحزينة، وانت فجأة كده تقوم ضاحك بدون أي داعي وتبقى سعيد وفرحان وكلك حيوية ونشاط، لدرجة إن الناس كلها تستغربك وتقولك مالك انت كويس؟ فتقول لهم وانت بتضحك مالي ما انا تمام اهو. لدرجة ان الموضوع ممكن يوصل معاك عايزيني اكمل وتفهموا ايه اللي بيحصل. انا شيماء عامر، اهلا بيكم في المصح. اضطراب ثنائي القطب نقدر نقول حقيقي إنه من الابتلاءات الشديدة اللي ممكن تقع على الإنسان ويمر بيها، لأنه يعتبر من الأمراض المعقدة في الطب النفسي، والمريض بيواجه فيه تقلب مستمر في كل حاجة تخص حياته تقريبا، مش مجرد تقلب مزاجه بس، لأن الموضوع أكبر من كده بكتير. تقلب مفاجئ في التصرفات، في التفكير، في القرارات، انك تكون قاعد مكتئب بدون سبب وفجأة بدون سبب برضو تنزل عليك الطاقة والحيوية والنشاط والسعادة. هتقولي طب ما هو حلو، الطاقة والسعادة شيء كويس وأحسن من الاكتئاب. هفهمك. حالة الهوس اللي بتكون عند المريض، اللي بتكون كلها سعادة وحيوية، دي بتخليه مندفع ويتصرف تصرفات هيندم عليها بعدين. يعني تخيل مثلا حد ممكن يحط فلوسه كلها في مشروع فاشل، وانت وكل اللي حواليك شايفين انه مشروع خسران، لكن هو بس اللي شايف إن هو مشروع ناجح وإن كلكم ما بتفهموش حاجة. وقتها المريض نفسه بيكون شايف نفسه أحسن واحد، فبتكون حالته أشبه بجنون العظمة، بيكون عدواني وعصبي، والموضوع أحيانا بيوصل معاه إنه ممكن يدعي نبوة أو إنه جايب رسالة من عند ربنا، والموضوع يزيد معاه بهلاوس سواء سمعية أو بصرية، خيالات وأصوات بتناديه هو بس اللي شايفها وسمعها. عنده سرعة في الكلام، عنده سرعة في الأفكار بشكل رهيب، هتلاقي عنده فرط حركة، هتلاقيه مش عايز ينام أو ممكن أصلا يكتفي بساعتين نوم وشايف إن ده كفاية، ونادرا لما بيحس بالجوع وممكن يقعد أيام ما ياكلش، بيتعامل مع نفسه على إنه روبوت تقريبا. كل ده بجانب الكوارث والتصرفات المتهورة اللي هيعملها. هو مش شايف إنه في كارثة، بالعكس هو مبسوط لأنه شايف إنه خرج أخيرا من الاكتئاب اللي كان فيه. وده بياخدنا لمرحلة الاكتئاب. مرحلة الاكتئاب بتكون عكس كل اللي فات، وكأنك بالظبط قدام شخصين مختلفين تماما ولكنهم في الحقيقة هم نفس الشخص. وقتها بيكون منعدم الرغبة في كل حاجة كان بيحبها، حزن بدون سبب، مفيش حركة ولا أي نشاط بيعمله، نايم طول اليوم، أفكار انتحارية ممكن توصل بيه فعلا إنه ينتحر. وبيفضل المريض على نفس الحال ده شوية، مرحلة اكتئاب وبعدها مرحلة هوس، وهكذا. كلنا أوقات بنبقى مبسوطين في حياتنا وأوقات تانية بنكون زعلانين، أصل هي دي الطبيعة اللي ربنا خلقنا بيها، وهي إن مفيش حال ثابت وكلنا بنتغير كده كده. كلنا بنمر بالتحول ده وبنشوفه بالتدريج، ولكن بنبقى عارفين إحنا مبسوطين ليه وإيه السبب اللي مخلينا قاعدين متضايقين. ولكن للأسف مرضى ثنائي القطب بيفقدوا فترة التحول والسبب. التحول بيكون مفاجئ، ما بيقدروش يشوفوه، وسبب الحزن أو السعادة مجهول بالنسبة لهم، من أقصى اليمين لأقصى اليسار، اللي هو كده فجأة وبدون سبب. وهنا نقدر نقول إن ثنائي القطب أربع أنواع. أول نوع إنه بيكون اكتئاب حاد مع هوس قليل، تاني نوع بيكون اكتئاب شديد مع هوس أقل، تالت نوع بيكون تغير أو تقلب سريع، اللي هو ممكن وهو بيكلمك في نفس اللحظة تلاقيه اتحول وبدون أي سبب. رابع نوع والأخير وهو إن التغيرات بتحصل على دورات، يعني فترة كده وفترة كده، والموضوع بيكون منظم شوية وأخف بالنسبة للمريض. هيجي حد ويقول لي انا حاسس اني سمعت الامراض دي قبل كده، او انك قلتي الاعراض دي في امراض تانية. هقول لك صح فعلا، ده عادة لان الامراض اللي بيكون فيها الاضطراب العقلي بتلاقي ان اعراض بتكون متشابهة جدا والدنيا داخلة في بعضها. يعني اضطراب ثنائي القطب هتلاقيه شوية شبه الفصام، هتلاقيه شوية شبه الشخصية النرجسية وغيرها كتير من الامراض. وهنا هنيجي لنقطة مهمة، وهي ان المرض العقلي او النفسي بيكون مرض عضوي في الاصل، ممكن يقدر يخلي تصرفاتك مش مظبوطة. طب ايه سبب المرض ده اصلا؟ في الغالب بيكون يا سبب وراثي أو سبب في التنشئة، ولكن لحد تسجيل الحلقة دي العلماء ما قدرتش تعرف إيه هو الجين اللي بيسبب المرض ده، أو حتى إن في علاج نهائي للمرض ده. وفي الغالب بيكون مرض مزمن مدى الحياة والمريض بيتعايش معاه طول عمره. طيب إزاي نقدر نمنعه أو نقلل حدوثه؟ عموما نسبة حدوث المرض ده لينا كلنا حوالي هي 2%، ولكن علشان نمنع حدوثه أو نقللها يبقى نخلي بالنا من أكتر من حاجة، وهي إن لو حد مريض بثنائي القطب فنسبة إن ابنه يورث المرض ده بتكون تقريبا من 5 ل 10%. وهنا طبعا لازم الشخص يكون تحت إشراف طبيب بشكل مستمر وعلاج بشكل ممنهج علشان نحاول نسيطر على أعراض الاضطراب ده. وكمان قبل ما المريض يقرر يتجوز يكون بيتعالج ويكون مستمر على العلاج ده ما يقلش عن سنتين، وتكون حالته مستقرة تماما. ولكن لو مريض ثنائي القطب بالصدفة قرر يتجوز من حد مريض بنفس الحاجة، بتوصل نسبة إصابة أولادهم بالمرض ده ل 40%،
وطبعا دي في حد ذاتها مشكلة. طيب وبالنسبة للتنشئة ممكن ازاي احافظ على ابني؟ صدقوني مهما رحنا او جينا فما فيش افضل من التنشئة الاسلامية الصحيحة. الدين هو اكتر حاجة بتظبط سلوك الانسان، بتطلعه سوي نفسيا باكبر قدر ممكن، وكمان بتقلل من حدوث اي امراض نفسية سواء اضطراب ثنائي القطب او حتى غيره. ونقدر نلاحظ الفرق ده عند الغرب والملحدين اللي بتكون نسب الامراض النفسية عندهم اكبر بكتير، وكمان نسب الانتحار عندهم اعلى بكتير، وده بسبب ان مفيش وازع ديني ولا مرجعية دينية تكون ليهم النور وسط العتمة أو حاجة تاخد بإيديهم في وسط المحنة. تفتكروا هل في كتالوج أفضل من الكتالوج اللي ربنا نزله لينا؟ الجميل من كل لعبكة المرض ده إن إحنا بنكتشف حاجة عظيمة جدا، وهي إن ببساطة ربنا خلق كل شيء بقدر، كل حاجة محسوبة بالملي علشان التوازن يتحقق. أجسامنا ماشية بسيستم معين، لو حصل فيها تغيير أو خلل بنسبة بسيطة كل حاجة هتتشقلب. تخيل ممكن نقص في مادة واحدة بس في جسمك ممكن يخليك مش عارف انت مبسوط ولا زعلان، وفجأة مودك بيتقلب 180 درجة بدون أي سبب. وكلامي دلوقتي لكل مريض ثنائي قطب، أول حاجة أنت حقيقي بطل إنك قادر تستحمل كل ده، لأن الفكرة في حد ذاتها مرعبة. تاني حاجة أنا مش جاية أقولك كلام برامج، لأن أنت عارف إن المرض غالبا مزمن، بس صدقني مفيش حل أفضل غير إنك تتقبل الابتلاء ده، وطبعا تاخد بالأسباب وتستمر في رحلة العلاج. وخليك عارف إن كل واحد فينا عنده الابتلاء الخاص بيه اللي ربنا مقدره عليه، وطالما ربنا ابتلاك وقدر عليك الابتلاء ده يبقى عارف وعالم إنك هتستحمله. فكرة التسليم لأوامر ربنا وللشيء اللي هو قدره علينا صدقني هتوفر عليك كتير جدا. فكرة التعايش مع الحاجة اللي ربنا كتبها عليك أحسن بكتير من رفضها، لأنها كده كده مقدرة عليك، عارفة إنها صعبة، ولكن طالما أنت بتمر ده فمعناه إن أنت قده. وبس كده. وفي النهاية دعواتكم لكل حد بيعاني من المرض ده، وشكرا ليكم والسلام عليكم.